مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير محمد شرف، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 1 مايو 1963. تاريخ وفاته 27 يوليو 2018. توفى عن عمر ينايز 55 سنة. الله يرحمه يرحم الجميع. ممثل مصري، ولد في مدينة الإسكندرية عام 1963، وتخرج من المعهد الفني التجاري عام 1984، وسافر لمدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، وشارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون والمسرح. وبالرغم من أدواره كانت بسيطة إلا إنها كانت ليها بصمة واضحة. من أشهر الأدوار اللي عملها دور سواق التاكسي في فيلم صباح كده. ومن أشهر الإفيهات اللي قالها: ده مش لينا، ده تاكسي لازق فينا. وفيلم صباح كدب اللي اتعرض عام 2007، وكان بطولة أحمد آدم، سعيد طرابيقة، وأميرة فتحي. والفيلم حقق نجاح كبير جدا، وكان حكايته بسيطة قوي، وكان كوميدي للغاية. الفنان محمد شرف الله يرحمه هو والد الفنان هشام محمد شرف، اللي شارك في العروض المسرحية لمسرح مصر. قدم 128 عمل فني، ومنهم واي فاي، أخلاق العبيد، صفين لولي، أستاذ ورئيس قسم، بتوقيت القاهرة، حارة مزنوقة، رجل وست ستات الجزء التاسع، حصل لنا الرعب، خف علينا، زكي لكي، سعيد كلاكيت، وش سجون، متعب وشادي، حواكة، مستر أند ميسيس عويس، مغامرات لومة والمعلم سلومة، إكس لارج، تك تك بوم، المسافر، آسف على الإزعاج، الدادة دودي، العيادة الجزء الأول، حسن ومرقص، راسين في الحلال، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، شبه منحرف، كباريه، كلمة حق، ماشيين بالعكس، خليك في حالك، رجل وست ستات الجزء التاني، عصابة دكتور عمر، قيود من نار، مجانين نص كم، يمامة بيضة، الرهينة، جعلتني مجرما، صباح كده، زازة، ظرف طارق، عبد مواسم، عليا الطرب بالتلاتة، قصة الحي الشعبي، المطعم، دم الغزال، رايا وسكينة، زكي شان، عبد الحميد أكاديمي، مبروك جالك قلق، واحد كابتشينو، تعالى نحلم ببكرة، حرامية في تايلاند، حفار البحر، عسكر في المعسكر، أما بعد، بلد المحبوب، طرائيعه، هو في ايه؟ الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.